السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم من المطبخ من الفيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنعمل مخلل للجزر. طبعا ما نستغناش عن اي نوع مخلل على سفره رمضان. قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا مع بعض. معايا المقادير بتاعتي، معايا زيت، ملح، سكر، معايا دقه فلفل حامي اللي هو الفلفل الشطه الاحمر. ده ما نستغناش عنه في كل حاجه. هبقى ان شاء الله اعمله لكم في سمك مقلي، في دقه، في سلطه، تتبيله سلطه، يعني اي حاجه. طبعا ما نستغناش عنه، تحفه بصراحه. بجيب منه كميه واعمله في الفريزر. معايا جزر، معايا تقريبا 2 كيلو جزر مقطعين كده. انا وفرت على وقتكم، بس ايه التقطيع الجزر. بصوا بيتقطع بالشكل ده، بس لازم اقشره. اهو بيبقى بالشكل ده كده. خلاص، قطعه دي بتبقى قطعه مخصوص، او شكل القطاعه زي السكينه بالظبط، بس بتبقى مضلعه كده. ومعايا فلفل اختياري، بس عشان ايه المخلل يبقى طعمه كده حلو وحامي مشطشط شويه. ومعايا ميه مغليه، لازم تكون ميه مغليه. وهقول لكم بقى على الخطوات، لازم عشان المخلل بتاعنا اللي بيعفن بيعمل على الوش عفن، بيبقى يعني في كده ايه مزلقه. دوت ان شاء الله هنتجنبه. اولا القرمشه بيبقى من السكر. خلاص، لو عايزه المخلل بتاعي يبقى مقرمش انا بضيف السكر عشان يبقى مقرمش، حتى لو قعد مده طويله في الاخر بلاقيه مقرمش. معايا البرطمانات بتاعتي لازم اعقمها كويس جدا بميه مغليه اهو، واسيبها مع نفسها كده تبرد. حطيت فيها ميه مغليه وعملتها كده، يعني كل حته في البرطمان من جوه لازم تبقى فيها ميه مغليه اهو كده. خلاص، ومعايا الميه المغليه بتاعتي. يلا بقى هبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كل الحاجات دي طبعا ما عدا الزيت في الميه المغليه بتاعتي اهو. بسم الله، هقرب لكم كل حاجه كده. هنزل في الميه المغليه بتاعتي بالدقه، ما اسيبش منها اي حاجه. وطبعا الدقه فيها نسبه بسيطه من الثوم. خلاص اهو. هنزل بالسكر وهنزل بالملح وهدوب كل الكلام ده مع بعض. انا الملح بقى مش بختبره بالبيضه وكده، انا بدوق الميه بتاعه الملح اهو. لو عجبتني خلاص، طعمها عجبني خلاص، لان برضو في نفس الوقت مش عايزه المخلل يبقى طعمه مش قوي، يعني فاهمين قصدي اهو. هدوب كل الكلام ده مع بعضه. بعد ما الميه بتاعتي خلاص قلبت فيها كل الكلام ده كله، دقت ملحها كويس. بصوا الفلفل بقى انا بس هشيل العنقود اللي فوق ده وفتحه صغيره كده. خلاص، الفلفل كله هشيل العنقود كده بالشكل ده، وهعمله فتحه صغيره بس كده. خلاص خلصت الفلفل كله عملته بالشكل ده، العناقيد شلتها الحمد لله اهو. هاجي بقى ارص البرطمان بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم. واحاول كده يعني ايدي تبقى نظيفه وانا بمسك كل حاجه في المخلل عشان ما يحصلش فيه العفن اللي قلنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده. خليها بعيد عشان وقعت في الارض هاكلها. الجزر اللي هو مسكر. هحط بقى الفلفل. عايزه تقطعيه برده براحتك. خلاص، يبقى باين كده من البرطمان، واحنا يبقى شكله حلو واحنا بنرصه اهو. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. وكل اللي بيتمنى حاجه خير ليه ان شاء الله تتحقق. مش كل حاجه نتمناها نلاقيها، في حاجات تبقى احنا نفكر انها خير لينا وما تبقاش خير لينا. عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم اهو. بصوا بالشكل ده. بصوا هامله بقى البرطمان خالص وبعد كده هوريهولكم. وعشان بقى اسهل عليا وعليكم طبعا الصب الميه ديت هحطها في حاجه اعرف احط فيها الميه عشان ما تتعملش مني اهو. حطيتها كده في لبانه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لازم اغطيه كله خالص بالميه اهو. افضي في التاني كده بالشكل ده. انتوا شايفين الدقه كمان بتدي للميه لون حلو قوي.
لسه عايز ميه تاني هنا وهنا اهو بالشكل ده كده. هضغط كده. لا عايز احط فيه تاني خضار احط اهو، هو مش باقي كتير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجه تقع ما احطهاش في البرطمان، ولو انا باخد من البرطمان وناقص اوعي تحطي ميه من الحنفيه، لا اغليها وسيبيها تبرد، او حطيها سخنه، لا بس سيبيها تبرد احسن وبعد كده حطيها تاني. خلاص اهو. واللي بيقعد احنا مش هنرميه يعني ناكله كده عادي اهو. احط كده ايه فلفل على الوش كده، شايفين يا حبايبي اهو. مش مشكله الميه تطلع لبره عادي، هضغط بس كده عشان انا مش عايزه اي هوا في البرطمان بتاعي اهو. ولو الغطا ليه فتحات لازم تحطي كيس، لازم اهو. اهو بالشكل ده كده. وفي الاخر خالص في النهايه هحط زيت. بس كده خلاص. اخر حاجه بقى هحط ايه شويه زيت كده كويسين اهو. برضو الزيت ده ماده حافظه اهو. شويه زيت كده على الوش، وان شاء الله اسبوع 10 ايام كده تاكلوا احسن شويه مخلل باذن الله بالف هنا وشفا اهو. الغطا بتاع البرطمان الكبير ده عنده فتحات كده، لا لازم اقفله بكيس عشان المخلل ما ينفعش يدخل له اي هواء اهو. اقفله كده كويس وعينه بقى في دولاب المطبخ اسبوع 10 ايام اهو بالشكل ده كده. كمان بسم الله هقفله كويس قوي ما يدخلوش نفس اهو. شايفين شكل المخلل؟ شكله ما شاء الله. تاكلوه بالف هنا وشفا. انا دقت الميه بتاعته، الملح بتاعها مظبوط جدا اهو. ما تنسوش بقى اللي قلت لكم عليه لما تيجوا تاخدوا منه، لو لقيتوا حاجه فاضيه في البرطمان حطوا مكانها ميه لازم تكون مغليه وتبرد. ماشي. وبالف هنا وشفا. كانت معاكم منال من المطبخ منال. اشوفكم فيديو جديد مع الف سلامه. توحشوني. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.